بعد العنطزة الكدابة والرجل على رجل وحرق دمنا كمصريين، خصوصا انهم على بعد مترين من حدودنا، تعال اقول لك شوية اخبار ايجابية خلينا نفرح شوية. انفجارين عند اللي ما يتسموا وكلام عن اصابات مش قليلة بعد استهداف الحوثيين من اليمن وتوعدهم ان اللي جاي اسوأ بكتير انتقاما من اللي بيحصل في اخواتنا. انتشار حمى النيل بين اللي ما يتسموا واللي بيتنقل عن طريق البعوض او الناموس زي ما بنقول عليه في مصر. المرض ده خطير وتسبب لحد دلوقتي في 32 حالة وفاة، وده رقم قياسي والاصابات عمالة تزيد. ميناء ايلات الإسرائيلي أشهر إفلاسه بسبب هجمات البحر الأحمر. 50% من شركات اللي ما يتسموا على وشك إشهار إفلاسها. 46 ألف شركة قفلت تماما، وتوقعات أن الرقم ده هيوصل ل 60 ألف في نهاية 2024. خسائر في مشروع بناء مصنع بتقدر ب 25 مليار دولار، وخسائر تانية بتقدر بتريليون و6 من 10 من صندوق النقد. ده غير شركات طيران بتلغي رحلاتها ليهم لحين إشعار آخر. دعواتكم معايا اللهم عجل بنصرك واجعل عدد موتاهم وخسائرهم بعدد كل من كتب وقال امين. دي نبذه بسيطه والخسائر اكبر من كده بكتير، تاكيدا لقول الله عز وجل في سوره النساء: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لسه المشوار في اوله والمعركه لسه طويله، فاضعف الايمان نتمسك بالمقاطعه وما نستهونش بالموضوع، ونستمر في الكلام عن المظلومين في الاراضي المحتله والسودان وفي كل الدول العربيه والاسلاميه. وصدقوني صوتنا بيفرق كتير. باكد تاني 4 امور ملناش عذر فيهم: الدعاء والمقاطعه والجهاد بالمال والنشر المتواصل عن الظلم والمظلومين.